ومواجهة الاستعمار الفرنسي. إذا كانت حكما كانت القبائل الصحراوية تنظر في تلك الفترة على أن أكثر العدائية الفرنسيين من الإسبان، هو اللي خلاها تركز قوتها على مواجهة فرنسا في شمال موريتانيا حينها. تماما. غالبا نقولوا على أن الشيخ بالعنين كانت معه القبائل الصحراوية حيف للتاريخ، لأن كانت القبائل الموريتانية كانوا يدشل وكانت يدوعيش وكانت قبائل تقال ومعروف مؤتمر السمارة جات القبائل من النعمة العتروس كيف تقانت لا دار من كل المناطق جاوا ومشابههم إلى كان في 1908 مؤتمر 1908 إلى مراكش، وتعهد بالملك بالمساعدة وأعطاهم السلاح ورجعوا، وارسل معهم مولاي إدريس هذا اللي قادوا عملية تاغانت ولحقوا هزائم كبيرة بالاستعمار الفرنسي. موت الكولونيل بودرس مشهور قتلوه في تاغانت. وهذه المقاومة أكدت على أن إسبانيا ما منها شر، وعن الشر كامل لا شعور الاستعمار الإسباني، ولهذا أعلن الشيخ مالعلين الجهاد ضد الاستعمار الإسباني. وبدأت العمليات. مؤتمر السمارة ما كان قالوا غزة ركاب؟ قالوا غزة ركاب، والناس جاوا من كل مكان وجاوا من كل قبائل الصحراوية، يعني قبائل البيضاء باش نعودوا واقعيين، قبائل البيضاء جاءت كاملا في ذوك اللي جاي من زواد عرب تلمسي والبرابش وكنت، وجاءوا من نواحي موريتانيا كامله، الحوضين والعصابه وتاغانت وادرار والترارزه والبراكنه وزيد عليهم قبائل الصحراء كاملين، جاوا على اساس تلبيه لنداء الشيخ مالعلين رحمه الله عليه الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي. وقطعا عنهم عدوا عمليات رهيبه وخطيره. الفرنسيين الان مازالوا يكتبوا على انها من اعظم المقاومات اللي شهدتها فرنسا في استعمارها لافريقيا، هو المنطقه اللي خرجت في ارض البيضاء.